اقفشها مع بطاطا واقفشها مع ابو ايمن بالقنطر. ابو ايمن لابس القنطر. اقفشها مع بطاطا واقفشها مع أبو أيمن بالقنطر. ده كروان مشاكل، واعتقد معظمكم عارفينه، ولو ما صادفش انكم شفتوه قبل كده فهو ولد انتشر بسرعة البرق في كل مكان بسبب حكايته اللي ما تخطرش على البال. كروان هو فعلا كروان، بس كروان بيغني على نغمة المشاكل. نقدر نقول ان المشاكل بالنسبة ليه تسلية بدل المكسرات، وده مش كلامي، ده كلامه هو وبعضمة لسانه. زمانك بتقول والله مصدقك يا قرو ومالكي عليا حلفان. هقول لك حاسب عندك كده، هو كروان فعلا جلاب مشاكل، ولكن ام كلثوم بجلاله قدرها كانت صاحبه جدته. زمانك بتخبط كف على كف دلوقتي. هرد عليك واقول لك من حقك تكدبني، بس قبل ما تكدبني واقول لك على دليل صدق كلامي تعالى نعرف مع بعض قصه كروان مشاكل من طقطق لسلام عليكم. بص يا سيدي، كروان ده ولد بسيط حلمه بالفن والشهرة بدأ من أول ما فتح عينه على الدنيا، بس ما باليد حيلة. عشان كده بدأ حياته كسواق توك توك ورضي بالمقسوم، لكن حلمه كان أقوى منه. عشان كده قعد يجرب كل المحاولات اللي ممكن تحقق ليه حلمه، وفعلا بذكائه عرف يسخر كل جمهور التيك توك ليه. مش مهم بقى بيحبوه ولا لأ، المهم انهم بيتابعوه، رغم انه بيقول ان كل مكسبه من الشهرة حب الناس. يعني اهو الناس بتحب كروان مشاكل. كروان بدأ مسيرته بفيديوهات بيظهر فيها موهبته على السوشيال ميديا، ولانه كان مؤمن بموهبته لأبعد الحدود وواثق من نفسه قوي فضل يحاول، لحد ما في مرة فيديو بسيط عمله بالصدفة لخدمة العملاء لما اتريقوا عليه، ومن بعدها بقى عينك ما تشوف الا النور. كروان عمل الترند الخاص بيه واستغل نجاح الفيديو ده وبدأ يبني على حاجات تانية، وبدأ يظهر موهبته للناس أكتر وأكتر عشان يقدر يدخل لعالم التمثيل. كروان مش بس مؤمن بموهبته في التمثيل واللي فعلا نبع من تلقائيته، ده كمان بيعرف نفسه على انه مطرب. هو معترف ان بيقع منه شويه حروف بس مش مشكله، وان صوته مش افضل حاجه، بس برامج المونتاج ربنا يخليها لينا بتمشي الدنيا يعني. كروان بيقول ان كوكب الشرق كانت صاحبه جدته، والناس تشهد على ده، وقال انه مش كذاب، الكذب كله في اللي بيحصل على السوشيال ميديا عشان خاطر الترند. كروان اتقرص من مدير اعماله اكتر من مره، عشان كده غيره، ولما اتسمى ليه الناس سمته كروان فقال ده بسبب محبة الجمهور لصوته. اللهم لا حسد يعني. كروان بياخد 25,000 جنيه في الفرح الواحد، ومتمسك بالتوك توك بتاعه أصلا مش قليل الأصل. كروان قرر يمشي عكس التيار حسب كلامه، لأن في الوقت اللي الفنانين فيه اتجهوا للتيك توك هو سابه وراح للتمثيل. ده طموحه ما وقفش عند هنا وبس، لأنه مقرر إنه هيسافر بفنه لألمانيا ودبي، لأن فنه يستاهل من وجهة نظره، ولأنه خريج عالم القانون فقال إنه مش هيسمح لحد إنه يتكلم عليه كلمة مش صح، واللي هيعمل كده هياخد حقه منه بالقانون. وده قراره بعد ما زهق من الخذلان اللي اتعرض ليه من عيلة باباه، وهو لسه بيبدأ مشواره وبيشق طريقه. عشان كده قرر إنه يخرجهم من حياته. كروان لأنه ابن بلد فهو صريح لأبعد الحدود، وطلع واعترف وقال إنه مش متجوز من ولا بنت من البنات اللي كانوا في حياته قبل كده على التيك توك. ده كله كان مجرد شغل، لأنه لو قرر يتجوز مش هيتجوز من بلوجر يعني، كفاية يكون واحد منهم مشهور. ده كله كوم، وخطوة كروان الرسمية في التمثيل بمسلسل بطن الحوت كوم تاني خالص. كل الناس انتقدت ان كروان ما ينفعش يكون ممثل، رغم انه مش طالع بيجسد شخصية عالم مصري مثلا، واستخدموا في القصة دي ورقة انه مش منتسب لنقابة المهن التمثيلية، وان في ناس احق منه كتير بالخطوة دي. هو فعلا ممكن يكون في ناس كتير احق منه وتعبت اكتر منه، بس في الاول والاخر دي ارزاق. والمخرج الكبير يسري نصر الله لما اختاره كان من باب انه قادر يوصل الدور بكل معانيه. كروان بالرغم من كل اللي بيتوجه ليه الا انه متمسك بحلمه، واللي شجعه اكتر على ده حب الجمهور ليه. شفتوا يا جماعه طلعتوا ظالمين كروان مشاكل ازاي؟ لان زي ما حضراتكم شايفين احنا واقفين قدام ولد اتعرض لمشاكله كتير، لكنه قرر يتبع استراتيجيه الفنان اللي على حق حب جمهوره هو الحل.